بصدر واحد فرخة عملت كل كمية الستريبس دي. بصوا يا جماعة، مقرمشة من بره وطرية من جوه وجوسي وجميلة وزي الفل، زي ما وعدتكم ان انا هنزل لكم طريقة الستريبس. معاكم ابانوب، ويلا بقى شجعوني. ويلا بقى، فين القلوب بتاعتكم؟ بقالكم كتير كده مش بتحطوا لي قلوب. يلا شجعوني ويلا بينا. اول حاجة كده عندي صدر فرخة كده، انا جايبه من فرخه عاديه خالص. هبدا كده اخد صدر الفرخه، وطبعا بيتغسل كويس قوي، واشيل بقى الحتت ايه، الحتت اللي ورا. الحتت اللي ورا دي هي دي المفروض الحتت اللي احنا بنعمل بيها ايه الستريبس اصلا. لكن طبعا انا هستخدم الصدر كله. بجيب بقى صدر الفرخه كده، هي ايه الفرخه مليانه شويه، فببدا كده اقطعها قطع بالطول. عايزين تعملوها كده ايه قطع مكعبات مفيش مشكله برضو ايه، عشان لو بتعملوا ريزو ولا حاجه. ولو عايزين طريقه الريزو برضو قولوا لي في الكومنتات. بصوا هي دي القطع والسمك اللي انا عاوزه. ببدأ كده لو في حتت تخينة بقى، ببدأ كده ايه اخدها على اتنين. بصوا الحلاوة والجمال. عندي بقى قطع الفراخ دي او قطع الستريبس، هاخدها احطها كده في بولة، وابدا اعمل لها تتبيله حلوه هتبيت فيها شويه. طب ايه التتبيله؟ عندي كده نص كوبايه لبن، وشويه كده من باربيكيو صوص هيدي طعم الشوي، وكمان شويه ملح وفلفل اسود، شويه من الكاري، رشه كركم بسيطه، رشه بابريكا بسيطه، شويه من السبع بهارات، شويه جنزبيل بساط جدا، وهبدا ايه معلقه كبيره من النشا. هبدا بقى ايه اقلب بقى كل الكلام ده مع بعض. ولازم يا جماعه الخلطه والفراخ تقعد في التتبيله، كل ما تقعد اكتر كل ما هتديكي طعم احلى. هسيبها ساعتين تلاتة ليله كامله في التلاجة. وعندي بقى الطبق بتاعنا الايه الطبق اللي فوق، حطيت الدقيق وحطيت شويه ملح وكاري وكركم وبابريكا، وحطيت معلقتين من نشا ومعلقه بسيطه خالص من البيكنج باودر. وهفضل بقى اقلب كل الكلام ده. وكل الكلام ده شغال، ببدا كده ايه اجيب بقى قطع الفراخ واحطها في الدقيق. وعندي الميه دي ميه ساقعه متلجه يا جماعه، كنت حاططها في الفريزر قعدت بتاع ساعتين تلاتة. حطيت بقى قطع الفراخ اللي هي الستريبس دلوقتي في الدقيق، وبفضل كده ايه ما بدوس عليها. لو دوستي عليها الستريبس هيبوظ معاكي. ببدا كده ايه اعفرها بالدقيق كويس قوي، وببدا اشيل الزيادات بتاعه الدقيق. بصوا يا جماعه الحته حلوه ازاي. انزلها في الميه الساقعه اللي هي بتلج دي، وابدا كده ارجعها تاني في الدقيق. انفض كويس قوي من الدقيق، انزل في الميه الساقعه ويرجع فين، يرجع في الدقيق. والكميه بقى اللي انا عملتها في الدقيق برضو ببدا كده اعفرها بالدقيق، مش بدوس عليها خالص، مش هو مش بانيه يا جماعه. تمام، ببدا كده اعفرها كويس من الدقيق. وهاخدها بقى وابدا كده انفضها كويس خالص من الدقيق. وكل ما انفضها كويس كل ما هيبان عندي الحتت ايه بتاعه القرمشه. خطوة مهمة جدا، خلي بالكم. بتقعد كده حوالي كده 5 دقايق في النار، او من 3 دقايق ل5 دقايق على حسب حجم الفراخ، على نار متوسطة، الزيت يبقى سخن. تمام، وببدأ كده اديها تقليبة يا جماعة. وبصوا اصلا بدأت ايه الستريبس بدأ يظهر عندي. بصوا يا جماعة الحتة حلوة وجميلة ازاي، مقرمشة وجميلة طرية من جوه، ومقرمشة جدا من بره. هتعملي بقى الايه لولادك بقى وجوزك شوية بقى رز كده، وعليهم كام قطعة ستريبس، شوية مكرونة وستريبس، شوية سندوتشات ستريبس بالليل. بصوا يا جماعه الحلاوه، الكيس ده بقى يعمل بتاع 400 جنيه بره. انا عملته في البيت من صدر فرخه واحد، ما كلفنيش اي حاجه غير شويه فراخ وشويه دقيق وزيت. كان معاكم ابانوب، عملت الستريبس. بحبكم قوي، واستنوا مفاجاه كبيره، واعملوا شير للوصفه.